أثار عدم وجود الجزائر في قائمة الدول الجديدة المنضمة إلى مجموعة بريكس مفاجأة غير متوقعة، خصوصاً أن الرئيس الجزائري أكد في لقاء صحفي سابق أن سنة 2023 ستتوج بانضمام بلاده للمنظمة. ورغم أنه اشترط خلال ذات اللقاء استمرار جهود تنويع الاقتصاد والانفتاح على الاستثمار لتحقيق ذلك، إلا أن وسائل إعلام محلية روجت منذ ذلك الحين لفكرة أن حظوظ الجزائر وفيرة بالانضمام للمجموعة. واتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة العضوية الكاملة. أما عن الأسباب وراء عدم انضمام الجزائر، يجب أن نعلم أن قرارات بريكس تتخذ بالإجماع، وإذا تحفظ أي عضو على أي قرار لا يتم اعتماده. ولهذا فإن السبب الرئيسي وراء عدم قبول الجزائر هو تحفظ الهند، وتعيب الهند والبرازيل هي الأخرى على الجزائر اعتمادها الكبير على النفط. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.